السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم، ويا ريت تنال اعجابكم، واتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والافكار البسيطة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. اول حاجة معانا هنا فكرتين في الفيديو ده. اول فكرة هما فكرتين ان احنا عايزين نوسع، بس كل فكرة هنا هنتبع معاها نفس السياسة اللي احنا دايما بنتكلم عنها. القطعة هي اللي بتحكمنا ازاي نتعامل معاها. القطعة دي هنا ما كانش فيه اي مجال للتوسعة غير اننا ناخد جزء من الطول ونحطه في الجناب، وهنبتدي نشتغلوا مع بعض على المكنة وتشوفوا ازاي قدرنا نوسع الكم بالوسط مقاس مختلف تماما زي ما انتوا شفتوا على المانيكان. كان بالظبط ومشدود جدا، وانا كنت قافله السوسته بالعافيه. دلوقتي هنبتدي نفك مع بعض ونركبه بكل سهوله، بس دايما بنحب ان احنا لو هنعمل الطريقه دي ناخد المقاس من اول لاخر الفستان بنفس المستوى، او حتى في العبايات. على فكره لما بتحطي نفس القماشه ما بتبانش تماما، بس لما بتعمليها كمان من اول الشغل لحد نهايته ما بتحسيش ان انت حطيتي اي حاجه. ليه بقى؟ لان الفستان هنا لو في نازل على واسع مثلا كالوش، عندك جزء مثلا اللي هو الوسط نازل بطريقه معينه، لو ما عملتوش من البدايه للنهايه بتحسي بجزء كده عامل زي السمكه او مكعب شويه، فما بيبقاش الطف حاجه. لكن لو نفذتيه بالطريقه دي ما بتحسيش بالزيادات اللي انت حطيتيها، وفي نفس الوقت بتلاقي النتيجه جميله جدا. هنا الفستان خدنا الجزء بتاع التطويله اللي احنا عملناه بتاع الطول بتاعه ده، وهنبتدي ان احنا نثبته في الجناب من هنا ومن هنا زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا معاكم كنت قصيت لحد الوسط بس، طبعا بحيث ان انا تاني محافظة على الاجزاء تبقى مظبوطة على بعضها، وبعد كده ببتدي ان انا اجمع زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الوسع طبعا اللي فيه، قفلت السوسته معاكم عشان تشوفوها، ويبقى كده النتيجه النهائيه. معنا بقى القطعه التانية دي هتبقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي طبعا حرفيا ما قفلتش تماما عن المانيكان. تخيل ده مقاس المانيكان، فبالتالي هيبقى في ازمه كبيره بالنسبه للبني ادمين. عندنا الجزء كمان بتاع الصدريه ده، فكانت حابه ان هي تعمله زي ستايل كاب بلون برضو مناسب للموديل. هو شيك جدا بصراحة، بس المشكلة ان هو فعلا ضيق جدا، فده بيعمل أزمة برضو في اللبس. عندنا الجزء ده برضو بتاع الحمالة ده بيتربط، فاحنا هنا حاولنا ان احنا نثبته بعد كده في الشغل. طبعا ما كانش قدامنا حل غير الجزء بتاع الحمالة ده. الجزء ده كان طويل جدا، ابتدينا ان احنا ناخده ونفرغه ونعمله دبل، ونعمل بيه نزود بيه وسط الفستان. هنا وسط الفستان عالج لنا حاجتين، عالج لنا طبعا الضيق، وفي نفس الوقت عالج لنا القب بتاع الفستان ان هو يكون انظبط شويه، لان القب بتاع الفستان كان فيه ميل بين الامامي والخلفي مش افضل حاجه، وكان باين قوي في اللبس، كان قالب الفستان قوي لورا. فهنا عالج لنا الحته دي، وفي نفس الوقت ان احنا لو ثبتنا الجزء بتاع الحماله بتاعه الصدر هيبقى كمان جميل جدا مع الشغل الجديد ده. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت تكون دعمتينا بلايك، ويكون الفكره تكون عجبتك، ويا ريت تستفادوا منها، ويا ريت تتابعوني على قناتي على صفحاتي على السوشيال ميديا على فيسبوك وتيك توك. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وبتمنى تعملي سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ابداعاتنا ما بتنتهيش. بعد كده هبتدي ان انا افك الجزء ده زي ما انا قلت لكم. الجزء بتاع الجناب عندنا هنا كان الجناب هنا طبعا ستايل الكب ده برضو بيبقى فيه التواءات معينة مختلفة، مش زي الكم او النص كم اللي كان في اول الفيديو. لا، هنا بيبقى محتاج تحاولي ان انت تقفليه بشكل يليق بيه لان طبعا الجزء ده بيبقى معمول طبعا فينش معين زي لبس الاطفال كده اللي انا بعمله معاكم.
فهنا هنبتدي ان احنا لما نيجي نقفله بنفس الانسيابيه اللي جاي منها الامامي والخلفي وكده. هبتدي هنا طبعا الحزام هنا طبعا ما كفاش غير الجزء ده، وزي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان الافضل ان انت تكملي التوسعه لحد نهايه الشغل، بس احنا هنا هنحاول نعملها بستايل سمكه، وهي صاحبته كده كده الجزء ده مش هيبقى باين لانه فوقه جاكيت، فاحنا حاولنا برضو نوسعه بحيث ان هو يتلبس، وفي نفس الوقت هي عندها حل ليه ان الجزء اللي احنا هيبقى فيه سمكه ده في الجناب مش هيبقى باين اصلا. فاحنا بنحاول نعدل كل حاجه زي ما اتفقنا على وضعها. الجزء الفستان هنا ما كانش ينفع يدخل له قماش جديد، كان هيبان فيه، هيبان من ناحيه الخامه ومن ناحيه كمان اللون، فاحنا حاولنا نحط له حاجه من نفس اللون وفي نفس الوقت التوسعه تبقى مقبوله. فزي ما احنا اتفقنا هنبتدي ان احنا نعمله دبل عشان خاطر يدينا اقل حاجه. الدبل هنا على فكره ادانا 5 قراريط بالظبط، يعني صفى معانا اللي هو 4 قراريط من هنا و4 قراريط من هنا. الفستان كان حرفيا يا جماعه المانيكان ما بيتقفلش عليه، فاحنا حاولنا ان احنا نوسعه على قد ما نقدر. هتشوفوا النتيجه فعلا نتيجه جميله جدا بتاعه الفستان ده. المانيكان كان يعني مش بيتقفل وواسع كمان. هنا ابتدينا ان احنا نعمل زي ما اتفقت معاكم بقى ان انا هنا بحاول ان انا اقفل تقفيل كويس بحيث ان هو يناسب الشغل بتاع الفستان. فقفلنا هنا الجزء اللي هو يبقى من ناحيه فوق من ناحيه الفستان ده، بحيث ان احنا نبتدي نعمله وصله للجزء اللي احنا فتحناه في الفستان. بعد كده هنبتدي نركب طبعا الاجزاء دي في جناب الفستان، وكل ده طبعا يا جماعه بيسترفل، لازم يسترفل كله، لان القماشه ما شاء الله اصلا هي كانت جميله، القماشات القطن اللي هي الجميله دي، فهي طبعا ده بيحتاج تحافظ عليها وتسرفليها. الشغل اللي دايما بيحتاجش سرفله بشجعك ان انت تقومي بيه لوحدك. الجزء لو طبعا ما عندكيش مكنه سرفله، لو عندك مكنه سرفله طبعا كل المشاكل دي ما عندكيش مشكله فيها، او لو انت بتدي الشغل ده لحد يقفلهولك برده مش هيبقى عندك اي مشكله، طبعا اكيد هيبقى عنده مكنه سرفله. بس الحاجه اللي هي ما بتبقاش محتاجه سرفله بشجعك ان انت طبعا تعمليها حتى لو على ايدك. طبعا الجزء اللي انا بقول لكم عليه بشاور لكم عليه اهو في الفيديو، الجزء اللي هو بتاع المثلث ده حاولت ان انا اخده على ما فيش بحيث ان هو برده ما يبقاش باين على قدر الامكان. خلي بالكم هنا الكاويه هتفرق فيها جدا، ان هي ساعد بس ما تكويها هتفرد الكشكشه دي وهتبقى حاجه تانية خالص. تمام، وهيبقى معانا كده ده كده الجزء التاني بتاع جنب الفستان، وهيبقى كده كملنا التوسعه بتاعه الفستان. بتمنى ما اكونش مطوله عليكم بالفيديو، بس والله بحاول على قد ما اقدر ما احذفلكوش كتير من الفيديو عشان خاطر تستفيدي من كل خطوه في الحاجه، بحيث ان انت تقدري تجمعي معلومه لو فاتتك في حاجه تجمعيها في حاجه تانية. زي ما انتم شايفين هنا بقى الجزء اللي فاضل اللي انا بس هعمله معاكم الجزء بتاع القب. الجزء ده جزء ستان ابيض، تمام. هبتدي ان انا احطه عند القب بتاع الحماله بتاع الفستان بحيث ان هو يتلبس اكنه قب بالظبط. وطبعا كل الجزء ده لازم يتسرفل زي ما اتفقنا بتاع الجزء ده، وهبتدي ان انا اثبته على هوا الفستان. يعني ده مش هثبته اكن انا اللي بخيطه، لا انا هثبته هنا على هوا الفستان. هبتدي ان انا اثبت القماشه اللي انا عايزه اعملها قب مع مع مشي الفستان، وابتدي ان انا بالمكنه امشي عليهم وانيم طبعا السبعات بتاع الفستان دي عشان في النتيجه تطلع ممتازه. تمام، وهنا هبتدي ان انا امشي اروح لحد اخر الفستان، مش هستنى ان انا اخد بس السبعه كده وخلاص، لا عايزه اثبتها بشكل حلو، وفي نفس الوقت الجزء اللي تحت ده يبقى خلاص نام بقى معانا في كخياطه ويبقى ثابت مع القب كأنه هو جزء منه. ويبقى كده معانا الفستان يكون اكتمل. هيبقى فاضل بس على ان صاحبه الفستان تقيس واثبت لها الحماله على المقاس اللي هي عايزاه، بحيث ان هي تكون، او ان انا اعمله باستك برضو. هنا يعني بديكي معلومه ان هو ممكن هنا نعمله باستك، نكمل نص الاخير ده باستك من داخلي، ويبقى بيروح ويجي معاكي في اللبس. طبعا هنا بجربه لكم بوريكم قد ايه الوسع الموجود، ايديا كلها جوه في قلب الوسع كمان، وانا بزرر الزراير بتاعته، كل ده وسع اللي انا ماسكاه ده. وهنا الجزء بتاع الحمال
طبعا ودول كانوا الفكرتين اللي معانا النهارده. بتمنى تعجبكم الفكره وتستفادوا منها، تشاركوها مع اصحابكم اللي نفذتوا الفكره، يا ريت تبعتولي ونشاركها مع بعض على الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.